عايز اتكلم معاكم كده شويه وندردش في خطه او طريقه الراجل اوسوريو، اللي هو واضح ان هو هيكمل بيها لفتره قدام كبيره. وكان في مؤتمر صحفي بعد احد الماتشات قال ان هو الخطه دي مصمم عليها ويفضل مكمل بيها شويه. طيب، قبل ما نتكلم في الطريقه دي خليني اقول لكم على حاجه. نجاح او فشل اي خطه او اي طريقه للمدرب فهي معتمده على الادوات اللي معاه وطريقه تقبلهم ليها وطريقه تنفيذهم ليها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اي خطه المدرب هيقرر انه يلعب بيها 3 5 2 5 3 2 4 2 3 1 3 4 3، ايا كان الخطه فهي متوقفه على تنفيذ اللعيبه للخطه دي، والكواليتي بتاع اللعيبه دي هل مناسب للخطه دي ولا لا. هو ده اللي بيعتمد عليه اكتر نجاح او فشل الخطه. طيب، بشكل عام الخطه دي تناسب نادي الزمالك كاستراتيجيه نادي الزمالك او طريقه لعب نادي الزمالك في المطلق؟ لان الخطه دي هجوميه بحته، ونادي الزمالك على مدار تاريخه دايما بيحب يلعب كره هجوميه وكره حلوه. لكن في الوقت الحالي اللي احنا فيه دلوقتي هل الخطه دي مناسبه لنادي الزمالك ولا لا؟ من وجهه نظري انا لا. على الرغم ان انت ماتش الاتحاد اللي هو اخر ماتش ليك عملت جيم كويس جدا، بس برضو ده مش مقياس، لان انت حتى الان ساعه الراجل ما جه ومن ساعه الخطه دي ما ابتديت تلعب بيها مفيش فرقه تقيله لعبتها او تقدر تقول ان هي فرقه تقيله او فرقه بتضغطك زي مثلا النادي الاهلي او بيراميدز او وات ايفر ايا كان فريق. يعني ايه ممكن يضغطك؟ انت لسه ما لعبتش فرقه من الفرق دي. فالاختبار الحقيقي للخطه دي مع الفرقه دلوقتي هيكون قصاد فرقه كبيره. هتبان بقى اذا كان الكواليتي بتاع اللعيبه بتاعتك الخطه دي مناسبه ليهم ولا لا. وخليني اقول لك انا ليه شايف انه لا. اول حاجه الخطه دي هجوميه بحته، بس انت عندك هتصطدم باول حاجه مثلا ان انت ما عندكش عدد لعيبه كافي في الخطه دي. بمعنى ايه؟ انت مثلا مين الاثنين الديفندرات اللي هيلعبوا؟ انت بتلعب دلوقتي بدونجا وفتوح. رؤى الماتش اللي فات ما كانش موجود، ورؤى الفتره الاخيره مستواه في كلام عليه مش احسن حاجه، مش زي ما كان مع فريرا مثلا. دونجا يعني الماتش اللي فات تقدر تقول ابتدى يشم يعني حاجه من مستواه مع بيراميدز، بس لسه برضه مش هو ده دونجا اللي احنا مستنيينه في نادي الزمالك، واللي نادي الزمالك كان بيحارب عليه اكتر من سنه عشان يجيبه. مش هو ده اللي احنا قلنا عليه ان هو هيجي يبقى خليفه طارق حامد. لكن بقى لو قلت مثلا لسه كان موجود عندك طارق حامد وفرجاني ساسي، لا، هقول لك لا، الدنيا هتبقى احسن كتير. كانت تبقى تنفع جدا الخطه دي لو كان الونش موجود وفي مستوى، اقول لك تنفع. لان انت بتصطدم ان انت عندك واحد فرود وتحتيه اربعه، والاربعه دول كل ما المهام بتاعتهم بتبقى هجوميه، وامكانياتهم الدفاعيه ما بتبقاش زي امكانياتهم الهجوميه. فهتلاقي مساندتهم او ارتدادهم مع نص الملعب والديفنس مش زي ما انت متخيل او مش زي ما انت متوقع، لان انت ما عندكش الكواليتي بتاع اللعيب بتاع اوروبا ان هو يعمل واجباته الدفاعيه زي واجباته الهجوميه. ودي بتبقى برضو امكانيات، انت ما عندكش الامكانيات دي. يعني انت مين الاربعه اللي بيلعبوا؟ انت عندك بيلعب نيمار، عندك بيلعب نضاي، عندك بيلعب زيزو، عندك بيلعب مصطفى شلبي الماتش اللي فات الرباعي مثلا اللي لعب. انت عندك نيمار من ساعه حتى لما كان بيلعب فول باك ناحيه اليمين او باك رايت واجباته الدفاعيه مش احسن حاجه. عندك زيزو هو الوحيد الاستثناء اللي في الاربعه، وانت اغلب الوقت بتحاول تريحه تخليه مجهوده اكتر في التلت قدام فما تخلوش يرجع كتير. عندك نضاي، انا عندي مشكله اصلا ان نضاي يلعب في المركز ده، بس الفكره ان انت ما عندكش قماشه او كواليتي كتير، ما عندكش وفره في اللعيبه في الحته دي، فانت مجبر ان انت تلعبه. على الرغم من ان نضاي عنده ميزه مهمه جدا ان هو اكتر لعيب في الاربعه بيكمل وبيخش جوه ال 18 مع سيف الدين الجزيري. فوارد يكون الراجل حطه في الحته دي مخصوص عشان كده. ممكن يكون عارف ان هو مثلا في واحد على واحد والحاجات دي مش هيعمل لك حاجه، بس تكملته جوه ال 18 هتديك فعاليه وعدد. عندك مصطفى شلبي برضو واجباته الدفاعيه مش زي واجباته الهجوميه، فهتصطدم بحته ايه؟ حته الاثنين الديفندرين دول مع الثلاثه اللي ورا. لو الخمسه اللي قدام ما بيرجعوش وما بيساندوش، لو بتلاعب فرقه مثلا بتلعب لك ثلاثه في نص الملعب وثلاثه فيرود، مثلا فيرود واثنين جناحين، هتبقى عندك مشكله ان هم ممكن يشكلوا زياده عدديه عليك في نص الملعب ويلعبوا كوره عليك، وبالذات لو فرقه بتقابلك من قدام وبتضغط عليك من قدام. لان انا اللي انا شايفه ان انت عندك اصلا مشكله في الطلوع بالكوره
لو فرقه بتضغط عليك من قدام عندك مشكله في الطلوع بالكره، البيلد اب عامه عندك مشكله فيه، ما بتعرفش تطلع بالكره بشكل كويس. عندك مثلا الديفنس دلوقتي مش في احسن حالاته، عندك الونش غايب، حسام عبد المجيد مش في احسن مستوى ليه خالص من ساعه فريرا ما مشي، او من قبلها كمان بشويه، وهو بيقدم مستوى اقل كتير من السنه اللي فاتت. عندك التالت بيلعب معاهم ساعات المسلوسي، ساعات محمد طارق. يمكن المسلوسي انا شايفه هو احسن واحد يلعب في الثلاثه، لو هتلعب بثلاثه ورا هو احسن واحد يلعب في الحته بتاعت ناحيه اليمين دي مثلا. فانت عندك مشكله في الديفنس، عندك مشكله في نص الملعب في الكواليتي، وكمان في عدد اللعيبه. انت ما عندكش حد دلوقتي بتلعب فتوح مثلا مع دونجا. الاربعه اللي قدام ممكن الكواليتي، او انا يعني الجزء الهجومي عندك الكواليتي فيه احسن كتير من الكواليتي في نص الملعب والديفنس. مفيش تنوع ووفره كبيره في عدد اللعيبه قدام، بس الكواليتي بتاع اللعيبه اللي بتلعب، او ممكن زود معاهم شيكابالا كمان، وزود معاهم سيف جعفر، ويعني واحمد بالحاج، بس لسه ما شفناش منه حاجه قوي. بس الكواليتي نفسه بتاع اللعيبه لا يقول لك ان هو ممكن في الخطه دي يعملوا حاجه. وده كان باين في ماتش الاتحاد. يعني احنا قبل كده في الماتشات اللي قبل كده كنت تلعب بنفس الخطه، وعندك برضو المفروض كثافه وزياده عدديه في الخط اللي قدام، بس مش عارف تستغل ده كويس. الانتشار كان وحش، كان عندك مشكله في بطء في الريتم بتاع اداء اللعيبه. كان عندك مشكله الثالثه هي الحلول كانت ضعيفه، وتحس اللعب كان روتيني، مفيش تحرك من غير كوره، مفيش خلق مساحات. فعشان كده ما كانش باين شكل قوي للخطه دي. لكن في الماتش الاخير، وزي ما قلت قبل كده، الاستسلام غير المبرر بتاع لعيبه نادي الاتحاد هو اللي ساعدك ان انت تطبق، زائد ان انت كنت كويس. حتى في عز استسلامهم انت كنت بتلعب الكره السهله، كنت منتشر كويس، كنت بتلعب من رجل لرجل، كان في تحرك من غير كوره. فاصفر ده عن الشوط الاولاني ان انت جبت جونين منهم واحد اتلغى، بس كنت مقدم اداء احسن شوط ليك تقريبا في الدوري السنه دي. فالتشالنج بالنسبه للراجل دلوقتي، هل الاداء بتاع ماتش الاتحاد وخصوصا الشوط الاولاني هل ده كان صدفه؟ هل ده اللي ساعد عليه هبوط مستوى فرقه الاتحاد؟ ولا هل اللعيبه بتاعت نادي الزمالك ابتدت تفهم الخطه كويس وابتدت تاخد عليها، والماتشات اللي جايه ممكن يحصل فيه تطور في الاداء والشكل يبقى احسن؟ ده اللي هنشوفه الفتره اللي جايه، وده اللي برضه نقدر نحكم على الخطه دي مع الكواليتي اللي موجوده في نادي الزمالك لما تقابل فرقه تقيله بتضغطك من قدام. ده كان رايي في الخطه بتاعت الراجل، وهل هي تناسب امكانياتنا ولا لا. انا عايز اعرف هل انتوا متفقين معايا في الكلام ده ولا مش معايا في الكلام ده؟ يا ريت اشوف رايكم ده في الكومنتات. سلام.